أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الجمعة. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير المروري. يوم أجازة رسمية، عطلة رسمية لكافة المصالح الحكومية والقطاع العام والمدارس والجامعات، وهذا بالتالي بينعكس على الشارع المصري إيجابيا من حيث أحجام السيارات وأعداد المشاة. نضيف إلى ذلك ارتفاع شديد في درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. لذلك بنناشد السادة قيادي السيارات القادمين والمتجهين إلى القاهرة الكبرى عن طريق الطرق السريعة وخاصة الصحراوية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. متابعة ميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل بكافة المناطق الحيوية، وأبرزها المناطق الدينية أثناء صلاة الجمعة، وأيضا أماكن المتنزهات، نظرا لتوجه السادة المواطنين إليها بكثافة للهروب من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. كافة مناطق الأعمال تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، علامات إرشادية، علامات تنظيمية لإرشاد قيادي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة. متابعة ميدانية لمناطق الإغلاق، وأبرزها وأهمها الآن ميدان السيدة عائشة. حملات مرورية مكثفة على كافة أنواع المخالفات بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.